السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو نفسك في حاجة حلوة كده وسريعة ومن غير فرن ولا مجهود وبسيطة وتخلص معاكي في 5 دقايق، يبقى لازم تجربي الوصفة دي. النهاردة هنعمل مع بعض كيكة الغيمة. كيكة الغيمة حاجة كده بتدوب في البق وطعمها بجد فظيع. يلا نسمي الله ونشوف المقادير ونشوف عملنا ايه. معنا كوباية سكر، 3 معالق كبار مهرمين من نشا، 3 معالق كبار دقيق، صفار بيضة وفانيليا. هنجيب الحلة معانا بالشكل ده وهننزل بالنشا وبعد كده الدقيق وبعد كده السكر. الحلة واي حاجة عندك هتحطي فيها. وبعد كده هبدأ بقى انزل بلتر من اللبن، وهبدأ بقى اخلط كل المكونات دي كلها مع بعض بالمضرب اليدوي. وبعد كده هحط صفار البيضة وكيس الفانيليا، وهكمل تاني ضرب بالمضرب اليدوي بالشكل ده كده. وبعد كده هبدأ بقى ارفعه على النار. تبدأ تحطيه على النار على نار متوسطة، وطبعا مع التقليب المستمر بالمضرب عشان يبدأ يتقل معانا. واول بقى ما يبدأ يتقل كده ويغلي زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، هبدأ بقى اقفل عليه النار. وبعد ما اقفل عليه النار هسيبه بقى كده خالص لما يبرد ويهدى خالص. هنا بقى معايا بسكوت سادة، طبعا اي بسكوت سادة انت عايزاه وحباه. الكيكة النهاردة بتاعتنا هتتعمل بالبسكوت السادة. هنا بقى هنجهز المية اللي هنطري بيها البسكوت، عبارة عن كوباية مية سخنة ومعلقة كبيرة من نسكافيه او قهوة سريعة الذوبان. وهبدأ طبعا اقلبها معاكم بالشكل ده، وكده خلاص جهزت معانا. وهنا بقى الكريمة بتاعتنا كل شوية كنت بقلبها بالشكل ده علشان تهدى وتبرد. وبدأت طبعا اقلبها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده لغاية ما هديت خالص وبردت، وبدأت اضيف عليها كيسين من الكريم الشانتيه. كده خلاص هنبدأ نضرب كل حاجة مع بعض بالمضرب الكهربائي بالشكل ده من غير ما نضيف اي سوائل، ولا هنضيف مية ولا لبن ولا اي حاجة. هتلاقي كده القوام بقى هش كده وكريمي بالشكل اللي انت شايفينه ده علشان الكريم الشانتيه اللي احنا حطيناه. كده خلاص جهز معانا زي ما انتوا شايفين كده. هنا بقى بدأت اجيب الصينية بالشكل ده، وبدأت اجيب البسكوت وهبدأ اسقي البسكوت في النسكافيه بالشكل ده، وهبدأ ارص في الصينية. والبسكوت يا دوبك تسقيه بسيط جدا، مش تغرقيه، يا دوبك تحطيه وتشيليه. وطبعا كمية البسكوت دي ترجع لك انت حسب طبقاتك اللي انت هتعمليها في الصينية. يعني عايزة تعملي 3 طبقات 4 طبقات، ارتفاع الصينية دي ترجع لك انت لغاية ما تخلصي الكمية اللي انت عايزاها وارتفاع اللي انت عايزاه. طبعا في كل مرة بتكرري الموضوع، طبقة بسكوت وطبقة كريمة. كده خلاص جاهزت معايا بالشكل ده. هبدأ بقى احطها في التلاجة لغاية لما اجهز صوص الشوكولاتة. هنا بقى معايا شوكولاتة بالشكل ده، طبعا اي كمية انت عايزاها، وبهبدأ بقى اسيح الشوكولاتة. انا هنا بدأت اسيحها على حمام البخار. جبت حلة وحطيت فيها مية، وحطيت على الحلة طبق بالشكل ده، وبدأت اسيح الشوكولاتة، وضفت عليها نص كوباية لبن. وهفضل طبعا اقلبها لغاية لما الشوكولاتة تسيح معانا. طبعا بتعملي كمية على قد ما تغطي الصينية كلها. كده خلاص جهزت معايا بالشكل ده. هبدأ بقى افضيها في الطبق تهدى شوية وتبرد. وبعد كده جبت الصينية من التلاجة وبدأت افردها عليها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده.
تبدأ بقى طبعا تحركي الصينية في شمال في يمين لغاية ما تتفرد معاكي خالص زي ما انت شايفة كده. وهنبدأ بقى نحطها في التلاجة 10 دقايق بس كده تمسك نفسيها وتجمد، وتبدأي بقى تقطعيها التقطيعة اللي انت عايزاها وحباها. بقى الجمال والحلاوة بجد والله يا جماعة تجنن، طعمها بجد حلو قوي، بتدوب كده معاكي في البق وطعمها بجد فظيع. وطبعا ما خدتش مننا ولا وقت ولا مجهود ولا استخدمنا فرن ولا اي حاجة بجد والله. والثلاث طبقات مع بعض مديها طعم حلو قوي، البسكوت مع الكريمه مع الشوكولاته مديها طعم حلو قوي بجد. كل ما تقعد معاكي في التلاجة بتديكي طعم حلو قوي. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده بجد، يا رب يعجبكم، وما تنسيش تعملي لي لايك وشير ومتابعه للقناه عشان يوصل لك كل فيديوهاتي. واشوفكم على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.